يسعدني أن يكون معي في هذا اللقاء الخاص الصحفي رامي جان، وهو مؤسس حركة مسيحيون ضد الانقلاب. أهلا بك معنا رامي. أهلا بك. أهلا بك. يعني لست فقط مناهضا للانقلاب العسكري، ولكنك أسست ما يعرف بمسيحيون ضد الانقلاب. الحاجة الثانية الدكتور محمد مرسي أنا مقتنعة بيه كرئيس جمهورية، إنسان طيب وخير وبيحب مصر، وكان في نيته يعمل حاجة حلوة لمصر، بس للأسف ما خدش فرصته. مدام عندي هتقول لكم كلمة بس، وهي أخت مسيحية ليا، فاسمحوا لي إنها تتكلم معاكم في بيتي. إحنا أخوات مهما حصلت فتن ومهما الناس اتقبضت بفلوس، لا احنا لازم نهتم ببعض اكتر من كده، وبنهتم فعلا، وفي ازواجنا بنحب بعض جدا. يا ناس لازم نحب مصر، لازم اشكر طبعا حزب العداله. يعني يبقى سؤال يعني اساسي، لماذا خلع رامي جان يعني عباءة الكنيسة وعباءة معظم المسيحيين والاقباط في مصر من تأييد الانقلاب العسكري؟ زي ما قلت لحضرتك بما فيهم رأس الكنيسة نفسه وشاهد رئيسي في مشهد الانقلاب، لماذا فعلت ذلك؟ بص، خلينا يعني نقول ان في كده مبادئ لازم الواحد يؤمن بيها. انا اؤمن ان ما حدث مستحيل تدخله في عقلي ان ما حدث هو شيء غير انقلاب عسكري. ده مبدأ، يعني انا ما شفتوش كده. أنا بحب المسلمين جدا، بحب بصورة خاصة الإخوان، وحاسة إن كل صور جت في التلفزيون دي ملفقة وملهاش علاقة بالإخوان خالص، وده افتراء وظلم عليهم، لأن أنا عاشرت الإخوان كتير قوي قوي، ما حسيتش إن فيهم